حبي روحك برك، حطي نفسك قبل ما تطلبي الحنان من غيرك، كي تكوني انت سندك ما يكسرك حتى حد. هذه هي همستنا اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم اخواتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم همساتي، قناة همساتي ووصفاتي. جيتكم بريوش اقتصادي بدون بيض ويجي خفيف، ما ميبات ما يجيكمش معجن. نبداو على بركة الله. بسم الله. هنا نحتاجو كاس حليب دافي ونص كاس ماء كما راكم تشوفوا في الصورة في الفيديو. نحطو الكاس الحليب ونزيدو نصف كاس تاع الماء، ونضيفو ملعقة خميرة فورية يعني معمرة، سورتو في الحال بارد، كي تعود سخون نديروها ممسوحة. هنايا ضفنا 6 ملاعق تاع السكر، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا، لكن هذا البريوش يجي حلو. ونضيف ملعقة تاع العسل، راهو كمحسن يعني يعطيكم طعم وهشاشة للبريوش تاعكم. تخلطوا الخليط مليح وتغطوه وتخليه واحد 10 دقائق يتخمر. من بعد نحطو هنايا كي يتخمر ويخلص، نحطو 6 ملاعق زيت، يعني الفيديو واضح، ملعقة صغيرة تاع الملح باش يحسن الذوق. نخلطو الخليط مليح، جربوه الاخوات راهو يجي ما شاء الله، يعني بدون بيض يعني واقتصادي. من بعد هنا نضيفوا الفرينة بالتدريج. لازم هذا الخليط تاع الزيت وديك تخلطوه مليح مليح الاخوات. حبيت نوضح لكم، تقدروا نص كاس تاع الماء هذاك دافي ديروه ماء زهر، ولا نص ماء ونص ماء زهر، كيما انا درت نص ماء ونص ماء زهر، نحب ريحه الزهر فيه. اللي يحب ما يديرش يحط فقط لافاني. هنا نضيفوا الفرينة بالعقل، ونضيفوا كيس خميرة كيميائية مع ملعقة كبيرة خل. هذا الخل كمحسن ويعطي كذلك هشاشة للبريوش تاعنا، ويقعد كيما راه حتى الصباح. يعني قلت لكم يعني الصباح تلقاوه كيما طاب في الليل. تخلطوا بالعقل هكا، ضيفوا الفرينة تكون منخولة، تبداو تخلطوا بالعقل وتخبطوا هكا كيما راكم تشوفوا باش يجيكم خفيف. هذه الطريقة البريوش يجي هش ما شاء الله. هذا مكان وتشوفوا هذا القوام، كي تشوفوه تبدا ما تسيحش بزاف هذيك العجينة، يعني تتقطع فقط. يعني هنا العجينة تاعنا راهي مليحة. ندهنوا البلاطو. انا للامانه درت دوبلت الكميه ودرت بلاطو كبير 40 على 40، نتوما ديروا 25 على 30. هاد الكميه تاع كاس ونص، انا درت تاع 3 كيسان، كاس 2 كيسان حليب وكاس ماء. تضيفوا العجينه هكا سائله وتستعينوا يعني باش تطرحوها وتسويوها فوق البلاطو. تحطوا شويه زيت في يديكم وتبداو تطرحوا بشويه هكا. هنا للامانه راني كثرت شويه الزيت لتحتها، من بعد صفيته. تبداو تطرحوا هكذا بالعقل حتى تكملوا. هنا ما دهنوا لا بيض لا والو، كنا عندكم كاوكاو ايفيلي ولا لوز ايفيلي تحطوا عليه هكاك وتضغطوا عليه، لا ما عندكمش طيبوا تحطوه تخليوه يختمر، لازم تحطوه يختمر كما قلت لكم اخواتي، حطوه يختمر. لكان عاد في الصيف يعني راه يختمر في مدة قصيرة، لكن كان في الشتاء سخنوا الفرن تاعكم 5 دقائق وطفيوه ومن بعد دكوه. كي تشوفوه اختمر اجبدوه وزيدوا سخنوا الكوشة تاعكم ومن بعد وليو طيبوه. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما طاب الله يبارك، شوفوا كيفاش احمر اللون تاعو، يعني بدون بيض ما دهنتو ما والو. هنا تزيين اختياري، اللي تحب خطوط شوكولا، اللي تحب بالمعجون، تزيين يعني كيما تحبوا نتوما. انا درت هنا شويه تاع عسل وضفت عليه شويه سكر تاع سكر رطب. تزيين بسيط، وصفة بسيطة واقتصادية. ان شاء الله نجيب لكم غير وصفات اقتصادية تقدروا ديروها
وصفات ناجحة، يعني أي وصفة نجيبها لكم راهي ناجحة 100%، ما نحطش يعني في قناتي بدون نجاح الوصفات. هنا من بعد ما خليته أنا طيبته في الليل، دوكا نقصو معاكم وتشوفوه كيفاه جا هش وخفيف ومش معجن، يعني صورة غنية عن التعريف، هذا ما كان. المهم إن شاء الله تعجبكم الوصفة، ما تنسونيش أخواتي بالدعم، لايك وتعليق واشتراك، بارطاجيو القناة. نتمنى ننجح معاكم وتكبر قناتي معاكم. راكم كيما تشوفوا هنا يعني باين بلي راهو ما شاء الله. واش نقولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.